كل يوم بدك عرفتي ما عنديش حاجة تصحيح راسي ودني كلشي كيضرني، حاجة ما عندي أي طب حلال على كلشي لقاني كلشي أي بلاصة فيها الكورسور فيها مجروحة مكاينش شي بلاصة صحيحة عندي الجسم ديالي، يعني أنا اللي كنبان لها في الطريق اللي تعصبات على شي حاجة ولا غير مع ولادها تقدر ما تضربنيش تضربني أنا بلاصتو، السيد يمكن كيشرب مكيعقلش في ديك الساعات فاش كيضربني يعني هي حاجة تافهة، صراحة هاد الناس ما كنت كندير حتى شي حاجة اللي خايبة ولا ماشي شي حاجة أذية، غير بوحدهم هكاك على شي حاجة بسيطة حتى كانوا كيضربوني هي ولا راجلها ولا تحرشوا عليا يقول لي راه دارت شي حاجة خايبة نجي ولا تعدى شي حاجة هكا بسيطة كتنوض كتضربني بأي حاجة في يديها ما عندهاش مشكل، أي حاجة في يدها يوميا يعني العصا ما كيرحمونيش بالمرة، واخا كنطلبهم واخا ما عندهمش رحمة في قلبهم ولا ما يعني حتى في دارنا ما كيخلونيش نمشي لدارنا كيكذبوا عليهم كيقول لهم راه فهمتي كيقول لي ما بغاش تجي كيقول لي هي ما بغاش تجي واخا انا بغيت نمشي لدارنا كيقول لي لا راه هي اللي ما بغاتش تجي ماشي انا اللي بغيت نجي، ديما كيديروا بحال هكا في الاعياد فهمتي المناسبات كيخليونيش نمشي فهادشي اللي فهمتي كيخليني ما عرفتش حيتاش فهمتي السيد يمكن كيشرب كيعقلش في ديك الساعات فاش كيضربني يعني هي حاجة تافهة، ولا السيدة كتعصب على شي حاجة كتعصب على شي حاجة في الزنقة ولا مع شي واحد تجي لي أنا تضربني شي تبل فيا داك الغباية ديالها، يعني أنا اللي كنبان لها في الطريق اللي تعصبات على شي حاجة ولا غير مع ولادها تقدر ما تضربوش وتضربني أنا بلاصتو، فهمتي إلا تعصبات مع شي ولدها ولا بنتها تقدر أنا اللي تجي فيا الدقة أنا اللي تضربني بلاصتو. عندي 27 عام تقريبا دابا 7 شهور خدامة عندهم من شهر واحد، لا أول مرة هادي أول مرة كنخدم خدمت عند الناس 7 شهور لا تقريبا 6 شهور يعني الشهر الأول اللي كانوا معايا مزيان ولكن من بعد من شهر جوج تبدلت المعاملة معاهم هاكاك ولفوا هاكا نمشي بحال ولفوا يضربوني يعني ولات عندهم عادي خاصهم يضربوني ما ضربونيش ما كيرتاحوش ولا ما عرفتش خاصهم ضروري يضربوني يوميا نوصل ليهم والله أنا ما سمحتش ليهم والله فهمتي ما سمحت ليهم للدنيا الأخيرة عندي بزاف راه هرسة مثلا يدي وعندي هرسة مني في عاوتاني قال الدكتور عندي هنايا هرسة هنا كانت كتشتف عليا هنا كانت كتكيني في الأرض وكتديري برجليها حتى هنايا عندي السنة ديالي هرسة ليا راجلها هنايا ماشي دارت 3 أيام ونص هكا هرسة بجوج إيديا درت عليهم قال لي هرسة لا صراحة مزيانين معايا كلشي مزيان معايا في عمارة كلشي كيتعامل معايا مزيان كلشي كيتعامل معايا مزيان كاملين البنات ولا الدكتور كلشي كيتعامل معايا مزيان ربي يخليهم كلشي الحمد لله كيتعامل معايا مزيان انا من كنسمع عندهم البارح كلشي الحمد لله كيتعاملوا معايا مزيان والله هاد المعاملة اللي طيبة ربي يخليهم ويكثر خيرهم مشيت عند البوليس مشيت عندهم قال لي خاصك تجيب شهادة طبية وباقي مديناش شهادة طبية خصني فهمتي خاصك تجيب شهادة طبية باش يشوفوا داكشي فهمتي مازال هنا شينا مرة واحدة تلاقينا معاهم نهار فاتني بالليل نهار الليلة اللي هربت فيها الساعة جات عندي السيد عيطوا ليها دابا انت غتتابعيهم انا غنتابعهم ما يمكنش ما نديرش هكا درت شي بزاف يديروا ليا ماشي ساهل نطلب الناس يعاونوني ويشوفوا من حالتي بزاف تعدل بزاف صغيرة وقطع تعدل بزاف معاهم لا مستحيل نعاود شي واحد مثلا اصلا صحتي ما بقات عشان كنت كيولي صحتي ما بقات فيها كنت حاجة مرة كرهوني في الخدمة وفي حياتي كلشي ما نقول لها الله يهديك وما شي بنت اخرى ما ديرش لها بحال هكا فهمتي ما تعديش عليها بحال هكا تهلاي فيها وديريها بحال بنتك بحال اختك ماشي ديري لها تعدو اللي درتي ليها يعني عندها وليداتها تفكر في وليداتها تقدرش انا وليداتها يوقع لها هكا واحد النهار قادر يمشيو يخدموا في شي بلاصة بعيدة ولا قادر يوقع لي بحال هكا المسؤولين كنقول لهم يعاونوني باش ما فهمتي يعاونوني باش نبرا فهمتي باش حيت كل يوم ديك عرفتي ما عنديش شي حاجة تصحيح راسي ودني كلشي كيضرني حاجة ما عندي أي طب حلال على كلشي لقاني كلشي أي بلاصة فيها الكورسور فيها مجروحة مكاينش شي بلاصة صحيحة عندي الجسم ديالي دابا إن شاء الله الدكتور يجي عندي يقول لي باش يلا دوزت دابا وقول لي باش نعيد لا ضريني بزاف يهضر معايا بواحد الطريقة مزيانة البارح كان معايا مزيان هو اللي بدات لي معاه اللي بغا ان شاء الله انا ماشي نطلب منه هادشي اللي بغا يعاوني مرحبا اليوم كلشي كيجيو عندي حتى السبيطار البارح واليوم كيجيو عندي بزاف ديال الناس جاو عندي البارح في السبيطار هنا غالبا الله يعمرها دار راني باقي الخير في الدنيا باقي الخير كاين الناس خايبين كاين مزيانين يعني باقي الخير في الدنيا.